وعايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان ارجع يا زمان. جدع يا سومة. سيمبلي. ام كلثوم قالت كده وانا معاها. في حاجات يعني اما بتخلص وبيعدي وقتها هي بتنتهي. ما ينفعش بعد ما الموقف يعدي عليه سنين نرجع تاني. خلاص الشخص ده خبط دماغه في الحيطة وخلاص هو تعافى مع نفسه تماما، وخلاص اتعود على عدم وجود الشخص ده او اتعود على عدم وجود الحاجة دي. فنرجع بعد سنين نقول له ايه بقى عامل ايه؟ خلاص عامل ايه؟ شكرا، انت ذا تكست خلصت خلاص. مرجعش تاني زي الاول. هي خلاص سابت زي ما بيقولوا ندبه كده جوه القلب، ما بتعفاش وانت خلاص تخطيت. وونس ان البني ادم تخطى الحاجه دي خلاص ما بيبقاش عاوزها تاني، او ما بيبقاش فارق له بقى اعتذار، ما بيبقاش فارق له وجود شخص، ما بيبقاش فارق له غياب شخص. خلاص انا تعافيت تماما او انا تجاوزت. لان برضه مفيش حد بيتعافى تماما يعني من حاجه جرحته او حاجه ضايقته. فالشخص ده اما بيرجع لك تاني ويقول لك ايه يعني عايزين بقى نرجع اللي كان والدنيا بقى ترجع تاني حلوه، فابسط حاجه ممكن تقولها له هو كلام ام كلثوم. قول للزمان ارجع يا زمان. انت روح رجع الزمان وانا عنيا ليك. رجع تاني المشاعر، رجع تاني العشره، رجع تاني الموقف، رجع تاني كل حاجه وانا تمام. لكن مش كل حاجة بتتعاد، ومش كل حاجة فيها كلاكيت تاني مرة. في حاجات هي وان شوت. وشوية برضو طلبات ممكن تعمل حسابك فيها. هات للشخص ده قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان. وتدقني لو عرفت تعمل الطلبات دي كده تبقى ام كلثوم واحد والشخص صفر. برافو يا ام كلثوم، الله عليك يا سومة.